مساء الخير أو صباح الخير عليكم. أنا باتريك وده باتستوك. النهاردة يا جماعة احنا هنتكلم على نوع غريب من الناس عارف اللي بتخش حياتك كده فجأة وبعد كده تختفي أو بعد كده تفضل موجودة، مش قريب ولا صاحب ولا حد كنت عارفه من زمان. شخص كده عارف بيظهر كده من الهوا، يقولك كلمة، يساعدك في موقف، بيعدي كده وخلاص، بس بيسيب علامة بتفضل معلمة في حياته. أكيد كل واحد فيكم طبعا حصل له كده في حياته مرة حتى على الأقل. حد قابله في المواصلات، في الشغل، في ظرف صعب جدا، بأي وسيلة بأي طريقة. سافر بلد تانية فشافه بلد تانية، محافظة تانية، وقال جملة عاشت كده جواك طول الحياة، خلتك حتى ساعات لما بيحصل لك نفس الموقف تفضل صاحي فعلا لأن كلمته أو جملته بترن في دماغك. فأنا قلت ليه ما نقسمش الحلقة النهاردة ل3 أنواع من الأشخاص دي. حلو، وعلى كل واحد هنحكي قصة. بقى عندنا 3 أنواع ب3 قصص، كل قصة عن نوع من الناس اللي بيظهر فجأة بس بيسيبوا أثر. جاهزين؟ قشطة، يلا بينا. أول قصة عن شخص بيظهر لهدف معين وبعدين يمشي. الشخص اللي عندنا النهاردة ده اسمه محسن. هنحكي عن واحد خلينا نسميه يوسف مثلا. كان في ظرف صعب جدا وفي أصعب فترة في حياته، حاطط كل فلوسه في مشروع، ومشروع كان مظبط له من قبل كده وحياته كلها المشروع ده جه وقف، كل حاجة انهارت وبسط، ما بقاش عارف يبدأ منين ولا يقفل ولا يلحق ولا يعمل بالظبط، ولا حتى يواجه مين أو يتكلم مع مين. فنزل كده يتمشى في الشارع من غير هدف، يتمشى شوية، بعد كده خد مواصلات، خد مترو، كان رايح وسط البلد، وفجأة وهو قاعد لقى راجل كده كبير في السن دخل وقعد جنبه. وشه كده كان هادي وعينه فيها يعني طمأنينة كده غريبة. محسن ده كده بص ليوسف وقال له باين عليك شايل الدنيا على كتافك يا ابني. فيوسف طبعا ضحك طبعا بخيبة أمل كده ووجع، قال له فعلا مش عارف أشيلها لحد إمتى أو هفضل شايلها كده لإمتى. فالراجل بكل هدوء خالص قال له بص، أنا زمان خالص وقعت في أكبر مشكلة في حياتي، أكبر يمكن من بتاعتك دي بكام مرة كده، بس ما قالوش يعني الموقف بالظبط. وفكرت إنها النهاية، طلعت مش نهاية ولا حاجة، ده ربنا كان بيقول لي يا ابني الطريق اللي انت ماشي فيه ده غلط، امشي يمين ما تمشيش شمال، ما تخافش من الفشل. ساعات الفشل مش وقعة أو سقوط، ساعات الفشل بيبقى مجرد إشارة. فيوسف سكت، كلام كده دخل جوه قلبه من أول ما سمعه، بسطه كده هو بس، وعمال بقى يقلب في دماغه. الراجل طبعا قال له الجملة وسكت. فضل يوسف بقى الكلام عمال يقلب في دماغه، ده كلام الراجل بيقوله ده صح. بيرجع يبص للراجل، جت محطته جت والراجل نزل ومشي. وطبعا يوسف ما يعرفش الراجل ده مين وجه منين ويعرفه منين وليه سأله وليه اتكلم معاه وايه اللي حصل بالظبط، هو مش فاهم اي حاجة. يوسف فضل متجمد في مكانه مش فاهم. ومن ساعتها يوسف قرر يعمل حاجة واحدة، قرر يمشي يمين وما يمشيش شمال. ولحد النهاردة مش عارف الراجل ده كان اسمه ولا كان جاي منين ولا هبط عليه زي الملايكة ولا ايه اللي حصل، بس اللي هو متأكد منه ان اللحظة دي ما كانش محسن هو اللي بيكلمه، ما كانش هو اللي بيديله الرسالة بس. ومن الوقت ده اتغير حياته تماما وفضل ماشي يمين ما يمشيش شمال. ودي القصة الأولى. نخش بقى في القصة التانية، قصة حسن اللي بيخش حياتك ويقلبها تماما، يقلبها حرفيا تماما. هنحكي دلوقتي عن نسميها مريم مثلا. مريم بنت بتشتغل شغلانة عادية تقليدية خالص، تشتغل من 9 ل5، شخص روتيني جدا. ترجع البيت تعمل تساعد مامتها تنام، تتفرج على مسلسل. بس جواها حلم كده قديم من وهي صغيرة، ان هي كانت بتحب التصوير من زمان قوي، تفتح الكاميرا تتصور
وتتخيل انها في بلد مثلا تانية، بس عمرها طبعا ما فكرت انها ايه، ان التصوير ده يبقى شغلانة يعني. لحد ما في يوم سجلت كده في كورس تصوير على اليوتيوب، وقررت انها ايه، تحضر وركشوب. فلما راحت الوركشوب ده قابلت واحد اسمه حسن. حسن ده بقى كان قصة، شغله كله سفر، وبيسافر وبيصور بقى مهرجانات وحفلات وبرامج، وبيشتغل ويعيش في نفس الوقت، يعني بيعمل كل حاجة. يعني فصحته هو شغله، شغله هو فصحته، ميكس كده اللي ساعات بنتخيله كده في دماغنا ويبقى بالنسبة لنا جميل. اتعرف على مريم في الوركشوب ده، وكان المفروض تقريبا هيعملوا بروجكت او حاجة مع بعض. كانت بتوري له الصور اللي هي صورتها قبل كده بتاع، بيشوفوا شغل بعض عشان يعرفوا ايه هيبتدوا ازاي او يعملوا البروجكت بتاعهم ده ازاي. قال لها انت شغلك رائع وصورك تحفة، انت ليه مش بتشتغلي في ده، او ليه مش بتخلي ده هو شغلك اللي انت بتحبيه، بدل ما يبقى حياتك كلها روتينية وشكلك مخنوقة جدا من شغلك. قال لها لو انت مش بتجري علشان حلمك، حياتك ايه هدفها، او ايه اللي انت بتعمليه فيها؟ خدت الكلام بضحك كده وتهريج وسكتت عشان ايه، تمشي بس الموقف، ما عرفتش ترد. فخلصوا الكورس، كل حاجة خلاص خلصت. جه كده في يوم راح بعت لها على ماسنجر بيقول لها في ايفنت كده صغير وانا مزنوق جدا، مش هقدر اروح واصور لوحدي، والناس اللي بتساعدني او اصحابي اللي ساعات بييجوا معايا يساعدوني مش موجودين، ما تيجي انت تساعديني؟ فراحت مريم قالت ماشي يعني اوكي. كان ايفنت كده في محافظة تانية، سافرت وصورت، الدنيا مشيت كويس. الناس بقى هناك اللي هو كان شغال معاهم انبهروا بالصور بتاعت مريم، وكان الدنيا غير عادية خالص، وهي خدت فيدباك وحست انه انتي بتعملي حاجة كبيرة جدا وشغلك رائع، ليه ده ما يبقاش شغلك؟ ليه تصويرك وهوايتك ده ما يبقاش شغلك؟ بس اشتهرت مريم وابتدى يجيلها شغل لوحدها، ابتدت واحدة واحدة تمشي في الناحية دي. طبعا مع حسن بقى بتبتدي تاخد منه خبرة، تعمل ايه هنا بتاع الحاجات اللي ممكن متبقاش هي خبطت فيها. بعدين في مرة كده وهم قاعدين فبتقول له انا حقيقي بعد النجاح اللي انا حققته ده كله، انا حقيقي مديونة ليك بحياتي. فقال لها كلمة بسيطة جدا، قال لها انا مجرد فتحت الباب، انتي اللي عديتي وطرتي لفوق. وحسن بقى صديق العمر، عمرهم ما هما الاتنين نسيوا اللي حصل. مريم فضلت فاكرة انه هو اللي كان الشرارة اللي خلتها تعمل كل ده. عندنا النوع بقى الثالث، قصة برضو يعني ممكن تكون قريبة للأولانية، خلينا نحكي. القصة دي بتحكي عن واحد اسمه مايكل. مايكل ده كان راجع كده من سفرية شغل، راكبين السوبر جيت بقى وبتاع وراجع ومخنوق وطفشان من الدنيا ومش طايق نفسه، كل حاجة حواليه كانت مقرفة. بالصدفة قعد جنبه واحد اسمه حسين. حسين ده ما يعرفوش، هو من أول ما قعد جنبه يعني قال له يعني حسين كده تحسه إن هو إيه، شخص كده مبسوط واخد الدنيا كده ببساطة، وعمال يضحك وبيهزر كده مع اللي حواليه وبتاع، وطلع أكل يعزم عليهم مش عارف إيه، وراجل محترم جدا. فجأة توبيس اتعطل، بس كل بقى الناس اتوترت، والسواق بقى ينزل ويبصوا يشوفوا هيحصل ايه ويكلموا الشركة. الا حسين فضل كده ايه، مبسوط، قاعد يغني، بيهرج مع الناس، بيساعد السواق، لحد ما قلب الموقف كله كده ضحك وهزار، والناس بقت بتضحك بس. فأحمد قاعد يضحك بس جواه حاجة كده اتفكت، بقى أحسن، حس ان هو ايه احسن. لما وصلوا المحطة بص حواليه بيدور على حسن، قصدي حسين. حسين اختفى، جه حبة واختفى. فبقى كل ما يبقى مخنوق ومتضايق يفتكر حسين ويقول حسين لو كان هنا كان هيقعد يضحك ويقعد يهزر مع اللي حواليه وهيقلب الدنيا، والدنيا تبقى ضحك ونفك الموضوع. ممكن تكون شبيهة للي قدام، اللي فوق قصدي، اول واحدة، بس فيها اختلاف صغير. هنا انت مش بيقولك كلمة
تقلب مجرى حياتك كلها. هنا هو موقف على بعضه علمك انك انا ليه هقعد اهري في نفسي، ما اخد الموضوع ببساطة. اي مشكلة ولا اي حاجة بتحصل اخد الموضوع ببساطة. لو ابتسمت كده وانا بقى كل الدنيا مقرفة حواليا، وحاولت بس ابتسم ولا اكلم ولا انكش اللي جنبي، الدنيا هتخف. هو هيبتدي يتكلم، هو دي هتبتدي تتكلم، كله يتكلم مع بعض، كله يضحك. نحول المواقف اللي بتبقى تقيلة قوي نحولها لحاجة كده خفيفة. حصلت مشكلة، يلا يا جماعة هنشتغل مع بعض، هنحل مع بعض. لو في الشغل مثلا حد من اصحابك حصل له مثلا حاجة، تبقى اللي هو خد انت خطوة. انا عارف كل واحد فوق دماغه هم وقرف وكل حاجة، بس لما حد من اصحابك او حد من اللي انت تعرفه قريب منك يحكي لك قصة، حاول تبقى مش لازم تبقوا تتكلموا انه هتحلوا مشكلة ازاي. ما انت معلش انت مش هتحل له مشكلته، هو اللي هيحل مشكلته. بس خد الموضوع ببساطة، مش ببساطة تتريق عليه، بس ببساطة انك تقول له زي ما ربنا عداها المرة دي هعديها المرة الجاية. زي ما المرة اللي فاتت انت لقيت شغل تاني غير شغلك لان انت كنت عمال تدور، هتلاقي تاني. زي ما كان عندك مشكلة في البيت واتحلت، لو حصلت مشكلة تاني برضو هتتحل. مش قصدي برضو انك تتفه من الموقف، بس انه تبقى تدي امل، تبقى في كده ضحكة تفكك، فانت متبقاش متضايق، فتعرف تفكر، تعرف تساعد اللي حواليك. دول كانوا الثلاث قصص. مش هقول لكم دي قصص حقيقية ولا لأ، بس الخلاصة مش كل الناس اللي بتقابلها لازم يفضلوا في حياتك. في ناس بتدخل فجأة وتسيب علامة وتمشي فجأة، وفي ناس بتخش تتعلم في حياتك وبتمشي على طول. مش لازم تبقى مستني الشخص ده هيعمل ايه، اعرفه، شوف هتتعلم منه. كل شخص في حياتك انت بتتعلم منه حاجة، حتى الناس اللي بتيجي تكة كده وبتمشي. واحنا يا اما نتعلم يا اما نقلدهم في الحاجة الحلوة اللي هم بيعملوها، او نكون حتى زي محسن وحسن وحسين في حياة حد تاني. دي كانت قصصنا النهاردة. كان معكم باتريك، وده بات ستوك.